اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، وبالتاكيد يعني الحدث بيفرض نفسه وهو الاستعدادات لبطوله الدوري الممتاز، الموافقات التي يحاول ان يتحصل عليها الاتحاد المصري لكره القدم لبدء المسابقه. خلونا نعرف الظهور للنادي المصري البورسعيدي بعد غياب عامين متتاليين لا عامين، انا حسبتها طلعت عامين. احنا من فبراير 2012 وفبراير 2013 وفبراير 2014 بعد شهرين. خلونا على اي حال نرحب بالدكتور يعني شريف صالح عضو مجلس اداره النادي المصري. دكتور شريف اهلا بيك معانا. مش كده عامين يا دكتور؟ لا تقريبا احنا قربنا على العامين يعني. هو بس عشان في جزء بعد مجزره بورسعيد وما حدث هو يعتبر موسم. لا موسم اتوقف هو الموسم ما اتلعبناش فيه وكان في على الانديه كلها الدوري لما ما اتلعبش وتاجل وكده يعني اصبحوا بالمده الزمنيه عامين تقريبا داخلين على عامين. صح كده. اهلا بيك يا دكتور شريف. وما فيش شك زي ما بيقول طارق انه الشغل الشاغل للانديه عوده الدوري الممتاز، ولكن بالتحديد بالنسبه للمصري بالتاكيد هو محور الكلام ومحور المسابقه هذا الموسم. تمام. في كلام كتير جدا عن النادي المصري، ولكن اهم هذا الكلام هو حاله الشارع البورسعيدي. هنعرفها من حضرتك بعد تاجيل نظر الطعن في المقدم من 26 متهم في القضيه طبعا المشهوره، واتاجلت ل 6 فبراير. التأثير في الشارع البورسعيدي كان شكله ايه بعد هذا الموضوع؟ والله انا كنت سامع ان حضراتكم بتقولوا ان في ارتياح في الشارع، بالعكس ما فيش ارتياح خالص. هو انا بقى قلت كده، هو ما فيش ارتياح خالص في الشارع البورسعيدي طبعا، لانه كده كانه لعب بالاعصاب يعني. الناس اللي هي يعني اولا يعني قبل ما اتكلم عن الناس اتكلم الاول عن اهالي الضحايا والشهداء. الحادثه دي طبعا ادمت قلوبنا جميعا واثرت فينا جامد جدا جدا جدا، وما حدش يفتكر ابدا ان هو سهل ان في دم يسال على ارض بيتي، او في حد يحصل له حاجه في بيتي وانا ابقى مرتاح ومبسوط، او ان انا ما ابقاش متضايق. وما بالك بقى ان ده اخويا وابني وزينه شباب مصر وظهور يعني شباب في عمر الظهور. فطبعا الامر صعب جدا جدا. وانا على فكره كنت النهارده في محكمه النقض وشفت اهالي الضحايا وشفتهم وهم بيتكلموا ووجعوا قلبي فعلا وهم طبعا وضعهم صعب جدا. لكن انا عايز يعني اوجه لهم نداء او اقول لهم حاجه. اللي انتوا فعلا اللي بتبحثوا عنه هو يعني حقكم انكم تبحثوا عن القصاص العادل، ولكن في فرق بين القصاص العادل والانتقام العشوائي المدمر. القصاص العادل لازم عشان يبقى عادل لازم انك تعرف مين اللي فعل الفعل فعلا وتكون متاكد منها، وبعد ذلك تطلب القصاص. اما ان الامور تتاخد بعشوائيه ويكون في افتراء على ناس او ظلم للناس، عمر الشهيد ابدا ما هيبقى مرتاح لو في حد اتظلم عشانه. فانا بقول لهم يخلوا بالهم من الحته دي. بس لو انت مش متاكد يا ريت بلاش تقاتل على ان الناس دي تتعدم او تتحبس او الكلام ده هيبقى صعب جدا جدا جدا. ويعني لازم نتحرى الدقه ونتحرى الصح. وانا شايف ان انتوا عشان تبقوا صح سيبوا الامر للقضاء، القضاء بتاعنا قضاء عادل، ويعني ان شاء الله في الاجراءات كفيله انها بتبين الحقيقه في الاخر، مهما كان ان في الاول او كده بيبقى الامر صعب او في ظلم او في اعتبارات سياسيه لكن في الاخر ان شاء الله الحقيقه هتبان وكل شيء. دلوقتي احنا في الايام دي غير اللي كان الاول. الايام دي بدات تتضح رؤيه واحداث جديده جدا تبين ان فعلا شعب بورسعيد بريء جدا، ولا يمكن ابدا ان واحد من شعب بورسعيد ممكن يمد ايده على كل مصري. احنا ما فيش ادانه لشعب بورسعيد عشان بس انا بتكلم على الجماهير يعني الناس المظلومه. انا بتكلم عن الناس المظلومه اللي هي جوه الحبس. مختلفه عن شعب بورسعيد بس عشان طبعا الناس ما نرجعش تاني نحشر شعب بورسعيد. ده اللي حصل في بورسعيد كان ممكن يحصل في اي مدينه. ايوه ده اللي انا اقصده، اللي كان ممكن يحصل في اي مدينه نتيجه الاحداث اللي كانت موجوده. في بورسعيد ناس كويسه بالتاكيد، في ناس وحشه زي ما موجود في القاهره ناس كويسه في ناس وحشه، وكل المدن لكن لا يمكن ان توصل للقتل ابدا. فدي بقى زي ما انت حضرتك قلت المفروض ان احنا نسيبها للقضاء. تمام. واعتقد واحنا كلنا على ثقه كامله بالقضاء المصري، ولما بتوصل الموضوع لموضوع قتل وبهذا المنظر البشع اعتقد انه ما فيش حد في القضاء ممكن يعني يبقى هسه خيانه ضمير. تمام. لان احنا يعني عشان كده نسيب الامر للقضاء، يعني نسيبه ان شاء الله الحق هيبان. تمام. طب دكتور شريف يعني خلينا نتكلم برضو في اتجاه اخر، ان النادي المصري بيرتب اوراقه كامله للموسم الجديد،
وان هو يعني خد على نفسه انه خلاص يعني لا محاله موجود في الدوري الممتاز. ولكن في الناحيه الثانيه في عكوسات بتظهر زي مصلحه الضرائب اللي حجزت على ارصده النادي لدى البنوك، وده عرقلت يعني وصول المستحقات للاعبين. تعقيب حضرتك على هذا الموضوع وازاي تحلوا الموضوع؟ انا عايز اسال حضرتك، انت شايف ان الامر طبيعي ان هو من 20 سنه مثلا ما حدش طلب ضرائب، ويجي في الوقت ده بالذات ان المصري في عز ازمته وفي ظروفه اللي احنا فيها وظروف البلد اللي احنا فيها، ويجي الوقت بالذات ويحجزوا على النادي المصري عشان الضرائب؟ يعني طب انتوا فين من 20 سنه؟ يعني الكلام ده كان من 94 الضرائب دي خاصه ب 94 لغايه 2007 وكان في اتفاقات بيها قبل كده زمان ومن زمان قوي، ومحدش ما حدش يتكلم مع النادي المصري. واعرف ان يعني غالب الانديه دلوقتي عندها نفس المشاكل بمبالغ اعلى بكثير جدا. انا اعرف الاهلي داخل في 50 مليون، واعرف ان في الزمالك وفي الاسماعيلي، كل الانديه عندها هذه المشكله. اشمعنى النادي المصري بالذات؟ يمكن انتوا لكم ارصده في البنوك، كل الانديه ما لهاش ارصده في البنوك ازاي؟ يعني عندهم في البيت يعني الارصده، طبعا الارصده كلها في البنوك. يعني اي نادي لازم ده قانونا لازم يحط خزائنها خاويه يعني ما فيهاش. في بعض الانديه طبعا خزائنها انت تقول عشان ليكوا في حاجه، ما عندناش حاجه برضه، يعني مبلغ قليل جدا اللي كان موجود، يعني مبلغ يعني كلامك يعني يا دكتور انه في هل حد مثلا بيعاني؟ احنا شايفين ان الظروف غير طبيعيه، يعني اللي هو ان الوضع غير طبيعي انك في الوقت ده بالذات تحجز وبدون سابق انذار. يعني انا اعرف ان هو في اجراءات قانونيه لهذا الكلام، انك عشان تحجز عليا لازم تقدم لي انذار والثاني والثالث. يعني الضرايب مش عايزه المصري يلعب في الدوري يعني ولا مش فاهم؟ الله اعلم، انا ما اعرفش. انا كل اللي انا كل اللي بقوله اللي انا مستغرب من التوقيت او الطريقه اللي تمت بها الحدث بس لكن الحمد لله يعني. بس مش ممكن تبقى مصادفه يعني؟ الله ممكن تكون مصادفه، يبقى كل شيء وارد. انا بقول ممكن. خلينا نتعامل مع الواقع، بقى واقع وان الضرايب حجزت وان انت بترجع فريقك تاني من الاعراض وبتشتري لعيبه. الحمد لله يعني السيد محافظ بورسعيد وقف معانا وقفه جامده جدا، وهو من الاول هو اللي واقف معانا، لانه هو اللي هو سماح منديل. اللي هو سماح منديل راجل محترم. احنا كنا في الاول الاستاذ كامل ابو علي انتوا عارفين انه كان رافض المشاركه، وكان عنده يعني اسباب قويه جدا للرفض، واحنا كنا معاه على فكره كمجلس اداره، لان احنا المجلس الاداره الحالي الموجود هو يعتبر من ابناء كامل ابو علي. انتوا ما كنتوش معايا. ما اقول لحضرتك احنا الاول كنا مع الاستاذ كامل ابو علي في عمليه ان احنا ما نلعبش، ولكن استجدت ظروف وهي حاجتين. اول حاجه تصميم السيد المحافظ والحاكم العسكري في بورسعيد على تلبيه رغبه الجماهير في لعب الدوري. ثاني حاجه احنا كان العائق اللي قدامنا قال بورسعيد لازم تلعب في الدوري. هو مش كلاما صريحا. انا بقول كلام مظبوط، يعني معناه ان هو شايف هو يرى تلبيه رغبه الجماهير، وان لن يعود استقرار في بورسعيد استقرار طبيعي الا اذا كان المصري يرجع للمنظومه الرياضيه. لانه شيء غير طبيعي جدا ان في بلد تبقى متحيده لوحدها كده وما تخشش في المنظومه الرياضيه. طبعا شيء غير طبيعي يعني. فهو كمحافظ بلد يرى ان الاستقرار هياتي لما ننضم طبيعيا للمنظومه الرياضيه. طيب هل ياتي بان يقول لكم مثلا تواجدوا ان انتوا تطالبوا بوجودكم في الدوري وان القرعه تتعمل وان المصري يلعب، ولا في بقى اجراءات برضو بيظهرها هو طبعا السيد المحافظ مش دعوه بهذه الاجراءات، يعمل لكم موافقات للملاعب، يدعم النادي، يعني ايه الاجراءات اللي اتخذها المحافظ تجاه هذا الموضوع غير انه قال لكم يعني عايزينكم تلعبوا؟ السيد المحافظ طبعا هو اكيد عارف هو هيعمل ايه، لكن هو في اجراءات طبعا هو مش معتني بيها، لكن هو في حاجات بيدعمنا فيها جامد جدا جدا. يعني زي موضوع الضرائب ده هو اللي كان العامل الرئيسي اللي فك الحجز بناء على اتفاق بيننا وبين الضرائب. الحمد لله الامر عدى على خير. في الدعم المادي وقدم لنا دعم كان قليل في الاول، واحنا يعني طبعا وضح لنا وجهه نظرنا، فالراجل يعني اقتنع بوجهه نظرنا وقدم لنا دعم ثاني، وصرح ان هو يقدم لنا دعم اخر كمان ان شاء الله. فهو الراجل ماديا الحمد لله هو يعني مش متاخر، لكن هي الظروف انت عارفين يعني الظروف مش مساعده شويه، بس هو ان شاء الله هيدعمنا ماديا. وفي برضه بينسق معاه، احنا على دائما في تنسيق معاه، في تنسيق على موضوع تامين الملعب او الملاعب اللي هنلعب فيها ان شاء الله، وان شاء الله يبقى خير يعني باذن الله. يعني في فعلا دعم من المحافظه السيد المحافظ ادانا دعم ادانا دعم في المعقول، لكن هو لا مش زي اللي احنا خدناه في السابق. احنا في اخر عام في المصري قبل ماتش الاهلي كان المصري ياخد مبلغ كويس جدا من المحافظ السابق اللي هو احمد عبد الله، ولكن احنا اللي خدناه حتى الان هو جزء من الدعم ان شاء الله اللي هناخده، وباذن الله هيبقى كويس يعني. طيب طبعا الموجه اللي طالعه دلوقتي انه النادي الاهلي بداها الحقيقه بعد موقف الانديه منه في لجنه الانديه، وقال لك انا هسوق مبارياتي لوحدي منفردا، ولكن ده عامل ازمه
لانه لسه مش عارفين من بيده القرار، سواء وزاره الاعلام او اتحاد الكره او وزاره الرياضه. المصري فاجئنا برضو انه بدا بالفعل تسويق نفسه عموما. هو طبعا لسه الدوري ما بداش بدون، او ما اعرفش هل الكلام دوت صحيح ولا لسه ما تمش، لان احنا عندنا خبر بيقول ان بالفعل النادي المصري بدا بيع حقوق بث مبارياته. هل بالفعل تم الكلام دوت ولا تقريبا نفس العراقيل اللي لا تقريبا في اتفاق مع شركه خاصه على التسويق، وده طبعا احنا كمجلس اداره المفروض ان احنا لما بنيجي يعني ندرس امر المفروض ان ندرسه في اطار صالح النادي بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه. يعني فاحنا راينا طبعا، ولازم الصالح ده يكون طبعا طبقا للوائح والقوانين. فاحنا راينا ان مصلحه النادي المصري هي طبعا بعد خروج النادي الاهلي، وان النسبه الكبرى من البث التي تروح للانديه راحت من الانديه، فطبعا هيبقى العائد على الانديه قليل جدا، ومش هناخد النسبه اللي كنا بناخدها قبل كده. وراينا ان في انديه كثيره انحازت الى انها تتسوق مباراتها منفرده، فاحنا اتبعنا هذا النهج، لانه ما عملنا دراسه جدوى ليه لقيناه احسن كتير. وكان في ميزه غير الميزه الماديه اللي ممكن تكون اعلى، ان في ميزه في التحصيل، لان الفلوس اللي كنا بناخدها من الاذاعه والتلفزيون او من الاعلام كانت بتروح لاتحاد الكوره، وبعدين عشان يجيبوها لنا مده كبيره جدا 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 عشان ناخد، ما خدناش. وفي لنا فلوس حاليا بيقول لك دي مجرد فلوس على ورق، احنا مش عارفين هناخدها ولا لا يعني. لكن التحصيل مع الشركه الخاصه في شيكات بتتعمل، في اتفاقيات، في عقود، فالتحصيل بيبقى احسن بكتير. فاحنا راينا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وضعنا يبقى احسن بكتير جدا ان احنا نسوق منفرد. يعني تنضموا للنادي الاهلي بقى في موضوع التسويق. النادي الاهلي لا في النادي والله هو النادي الاهلي اعلن ان هو لو في يعني اي نادي عاوز يشارك، هو النادي الاهلي كان عامل كبير في اننا ناخد القرار، في اننا احنا عارفين ان هو بياخد النسبه الاعلى، واحنا بنرحب ان هو يكون معانا، لان هو اللي هيجيب ايراد، هو اللي هيجيب لنا الايراد للحزمه الجديده. وغالبا اللي انا اعرفه يعني ان شاء الله اللي هي الشركه الخاصه هي حاصله الان على تقريبا اتفقت مع تقريبا 8 نوادي او 9 نوادي، ولسه تقريبا في اطار اتفاق مع الاهلي والاسماعيلي، ولكن لسه هناك تقريبا ده شغال على الانديه الشعبيه بس يعني. هو طبعا هو هياخد بس من الانديه الشعبيه، بس هناك مشكله لسه الكلام دوت لم يحسم بعد، لانه لسه مش عارفين موقف والله انا سمعت ان هو ايه ولا موقف وزاره الرياضه ولا لجنه الانديه. طب ما هو بس السؤال، هل وزاره الاعلام ووزاره الرياضه لهم سلطه حقيقيه على الانديه في انها ما تسوقش منفرد؟ هل في قانون بيمنع؟ بس ده السؤال. لو في قانون ماشي، لكن لا، فيما يخص وزاره الاعلام هو في قانون ان انت يعني صاحب الشاره والبث والمنتج، ف ده حق اصيل للبلد ان انت بتتبع قوانين البلد. مفيش حد ايوه بس تمنحها عن مين وتديها لمين؟ هو مفيش فيها حاجه اسمها حقوق الملكيه. انا حقق برضه حقوق الملكيه. ما انت حقوق ملكيتك في الملعب، بس مين اللي يعني هينقلك من الملعب لان انت تكون ماده اعلاميه؟ ما هي وزاره الاعلام. التلفزيون المصري ده كيان والكيان ده مش كيان، هو كان برضه لا يعني لا للمصريين حقوق عليه. طبعا ما احنا ما قلناش حاجه، لا طبعا احنا ما قلناش كده، لكن احنا بنقول ايه ان هو كيان وهو بيستفاد طبعا من الاعلانات الموجوده ومن من تسويق المباريات، بيستفاد ماديا. لا وبيدفع. فاذا كان هو يعني حتى رغم وجود متاخرات، بس وزاره الاعلام اتحاد الاذاعه والتلفزيون هو اكتر او اعلى المبالغ اللي اشترى بها اتحاد الكوره او اللي باع بها اتحاد الكوره دورياته في كل السنوات اللي شوف حضرتك انا عندها شقين. اول شق لو الموضوع قانوني انا مش بخترق القانون، متاخرات وكبيره يعني. انا لو مش بخترق القانون انا من حقي ان انا ادور على مصلحه النادي بتاعي، فبدور وبعمل دراسه جدوى. والله لو التلفزيون هيديني اعلى كويس، انا مع التلفزيون. لو انت مش هتقدر يا دكتور شريف، يعني خلينا برضه نبقى واقعيين. ليه؟ لان في قانون عام للبلد. ايوه ده اللي انا اقصده. هل في قانون؟ لو في حد عنده قانون يمنعني يقول لي. بس يعني انا مثلا اروح اجيب قناه لا يوجد قانون يمنع حقوق تيجي تصور في مصر، وما ده امن قومي طبعا. انا بصور في مصر، بصور في مين؟ لا انا بصور في مصر، يعني انا بذاع مباريات في مصر، انا بذاعها في مصر. لكن حته بقى ان هو اللي يستفاد بيها بقى جهاز قطاع عام او هيئه حكوميه او كلام من ده. مش هتسوق لقنوات عربيه؟ لا مش قنوات عربيه، لا مش انت بعت داخل مصر؟ داخل مصر. لكن هو السؤال اننا طبعا من المفضل اللي احنا ندي طبعا لهيئه حكوميه او قطاع عام او كلام من ده، لكن لازم يديني نفس المميزات اللي بيديها للاخر ما دام هو مستفاد. ما هو لسه شروط بقى الوزاره ايه؟ ما احنا مش عارفين. يعني شهره البث هيبقى شكلها ايه برضو احنا مش عارفين. هل هناك لائحه بتحكم هذا الموضوع؟ انا عارفه انه في اوروبا والانديه الاوروبيه كل مثلا ريال مدريد وبرشلونه بيسوقوا مبارياتهم منفردين بعيدا. في يعني كده يعني في حاجتين، لكن هنا في مصر هيصطدم هنشوف ببعض يعني لسه الكلام على ريال مدريد دي حاجات ملكيات خاصه. ملكيات خاصه ما علشان كده لكن هنا كل حاجه تابعه للدوله.
احنا في نظام مش نظام اشتراكي يعني، لا راس مالي على اشتراكي. يعني هو في قانون بيتنظم فعلا، لكن هو مش قانون يمنع. انا اللي انا اعرفه عندي انا، لان احنا سالنا برضه، احنا مش هنعمل حاجه الا لما نكون سالين كويس جدا، وسالنا في اتحاد الكوره ان ما فيش لوائح ولا قوانين بتمنع. هم كل الحكايه دلوقتي هم اللي مانعهم ان هم مش عارفين يطلعوا حاجه تمنع الناس دي ان هي تسوق منفرد لوحدها. لكن انا ارى لو انت يعني عايز تحل المشكله صح، زيل الخلافات اللي مالهاش لازمه، زيل الحاجات الشخصيه اللي بينكم وبين بعض، وانت هتحل الامور بسهوله جدا. هتقدر تجمع النادي الاهلي، هتقدر تجمع النادي المصري، هتقدر تجمع كل الانديه وادي الناس حقوقها بطريقه صحيحه، وكل الانديه هتبقى مع بعض ومتفقه. لكن انا شايف ان في خلافات، في حاجات شخصيه داخله في المواضيع، في ناس بتحاول تقصي ناس، والكلام ده مش مظبوط. بس انتوا ما شاء الله يعني مش في الصالح العام، فكل واحد بيدور على مصلحته بقى. هنعمل ايه؟ يعني النادي المصري بعد غياب يعني حاجه كويسه، انتوا لسه ليكوا تقل على الساحه طبعا، والنادي المصري نادي المصري طول عمره ليه تقل على الساحه. لا انا بتكلم بالعكس، يعني هو يعني ممكن الشركات عايزين يشوفوا المصري بقى في الجديد، فممكن فعلا يبقى فيه تهافت ان لو المصري احنا يبقى السبوت علينا شويه، يبقى السبوت جامد عليكم، يعني ده ممكن تسويقيا طبعا هيبقى فيه اهتمام جدا ان الناس كلها تشوف المصري لما يرجع هيبقى عامل ازاي، وهتشوف وضعه ايه والدنيا انا طبعا هيبقى فيه اهتمام، ممكن يعمل طبعا هيبقى فيه اهتمام بالنادي المصري. هو يعمل، بس يا ريت برضه زميلنا محمد ابو عوف يعني ما عملناش ولا تليفون النهارده بصراحه، لان في قضايا شائكه. يا ريت حتى كلم لنا حد من اتحاد الاذاعه والتلفزيون فيما يخص موضوع البث، شوف برضو موقف وزاره الاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون ايه. نشوف برضو اتحاد الكوره يا محمد، حد من وزاره الدوله للرياضه، يعني اي نشاط كده من خلال الحلقه نشوف المصري يقدر يسوق لوحده والاهلي لوحده، ولا لازم الناس ترجع تاني ل يعني مركزيه القرار مع اتحاد الكوره ومع وزاره الاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون. نتمنى يعني دكتور شريف، أنا عايزة أسألك عن يعني سؤال مهم. والنادي المصري كان بيعتمد على سياسة الصرف أو سياسة رجل الأعمال، وهو مستر كامل أبو علي، اللي بالفعل ما كانش بيبخل على النادي المصري. أنا سامعة يعني كلام جديد على الساحة إن أنتوا في مفاوضات عن أحد المحال، هيكون الفرع المبدئي لمشروع جديد المصري ستورز. هل بالفعل ده مقرر إقامة هذا المشروع لتنمية الموارد النادي المصري اللي احنا تعودنا، مش بس مستر كامل، ولكن قبليه طبعا المرحوم سيد متولي، كله بيعتمد على الراجل الواحد، فده هيبقى يعني حاجة جديدة جدا. هل المصري في طريقه فعلا انه يعتمد في تنمية موارده عشان ما يبقاش الرجل الواحد او سياسة الرجل الواحد في الصرف على الأنشطة داخل المصري؟ خلينا الأول أتكلم عن الرجل المحترم الأستاذ كامل أبو علي. الأستاذ كامل أبو علي هو بالنسبة لنا قيمة كبيرة جدا ورمز نعتز بيه، وانا شايف ان هو مش ممكن ابدا يسيب النادي المصري، هي بس ممكن فتره. الفتره دي يعني هو عنده، انا عارف يا جماعه، هو عنده مشاكل كتير جدا جدا في موضوع السياحه، انتوا عارفين اللي بيحصل في البلد وفي السياحه وكده. فانا عمليه اداره النادي عمليه مرهقه جدا جدا جدا، يمكن كاد ان انت ما بتقعدش في بيتك، والناس يعني انا حسينا بالكلام ده لما دخلنا في الموضوع، فالعمليه مرهقه جدا جدا جدا، فما بالك برئيس نادي زي الاستاذ كامل ابو علي ومدى الضغوط اللي ممكن تبقى عليه. فعشان كده احنا بس خلينا نقول برضه لفتره الراحه اللي هو فيها. اتفضل. ان الاستاذ كامل هو يعني بعده عن النادي المصري كان بسبب مشاركه وليس بسبب، لا والله هو مش سبب رئيسي، قله الموارد الماليه اللي معاه، لان الراجل قال لك انا لا مش قله موارد، انا جاهز بتكلم عن المشاكل الكثيره المصري باي مبلغ. هو عنده يعني المشاكل الكثيره هذه الايام والظروف اللي فيها البلد، عمليه الاداره مرهقه جدا وفي ضغوط عليه، يعني كان في ضغوط كثيره جدا في الشارع وفي غيرها وضغوط سياسيه وكلام من ده، فالراجل يعني فضل ان هو يستريح شويه. لكن حته ان هي اللي احنا شاركنا او ما شاركناش ده انا اعتقد ان مالهاش علاقه. لا ده هو طلع صرح يا دكتور، قال كده، هو طلع صرح، قال لك لو المصري اصروا على اللعب انا منسحب من اداره النادي. لا هو على فكره دي تصريحات جت على لسانه، هو ما قالش كده. ده مش على لسانه يعني عموما هو رايه حتى الان ان احنا ما نشاركش، صريح مع احترامه للجميع، ولكن ده رايه الشخصي ان هو كان يفضل ان المصري يريح هذا الموسم. طبعا انا بقول لحضرتك ان ده رايه، هذا رايه، لكن مش ده اللي هو يعني مخلاه مصمم انه ما يجيش النادي المصري. انا اعتقد ان هو مش ده السبب. يعني عموما احنا ما السبب انه خلاص يعني ما عادش بيدي فلوس للنادي، ما بيدعمش. لا خالص، لا ازاي ما بيدعمش؟ هو حاليا طبعا ما بيدعمش. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه. احنا ما طلبناش منه حاجه، لان ما ينفعش نطلب منه هو برضه، يعني هو ازاي يبقى هو في حاجه مش موافق عليها او في قناعته التامه ان الموضوع ده هيسبب مشاكل وفي نفس الوقت يدعمه
واحنا ازاي نطلب منه ان احنا يدعم حاجه وهو رافض ان هو يشارك فيها. بس انتم بتطلبوا. لا احنا ما طلبناش منه حتى الان. ما انتم بتطلبوه بالعوده. ولو طلبنا مش عيب عموما عشان تبقى عارف يعني لان هو ابونا يعني. بس انتم بتطلبوه بالعوده اساسا. هو انت احنا بنطلب العوده. لما تقول له عود يعني عود برضه بالمحفظه. لا اقول لحضرتك حاجه. استاذ كامل ابو علي انا والله كل اعضاء مجلس الاداره يرى هذا الكلام. استاذ كامل ابو علي موضوع الدعم ده بالنسبه لنا اخر حاجه. استاذ كامل ابو علي قيمه اداريه كبيره جدا 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 ورؤيه عاليه وقيمه انسانيه كبيره ورمز لينا. فعشان كده احنا محتاجينه فعلا مش عشان موضوع الدعم. على فكره موضوع الدعم هو الدنيا بتمشي يعني مهما عملنا. ففي انديه كتير ما فيهاش كامل ابو علي، في انديه كتير ما فيهاش ناس راسماليين مثلا بيدعموا، لكن بس كل الانديه كانت متعثره ما عدا المصري في اخر سنتين. تمام. انا المصري وصل فعلا مرحله كويسه جدا مع طبعا وجاب افضل لعيبه واعلى اسعار. ولكن استاذ كامل ابو علي مش دعم فقط لا غير. استاذ كامل ابو علي هو قيمه كبيره جدا لينا، وفعلا احنا ساعات بنتصل بيه بنساله عن حاجات كتير وهو بيفيدنا لان هو خبره برضه وعنده رؤيه اداريه عاليه قوي. فده اللي احنا محتاجينه عشان هذا الكلام. وهو رمز، لازم رمز يجمعنا لان طبعا احنا في مشاكل كتير بتقابلنا في الشارع. ما سمعتوش كلام الرمز يا دكتور شريف. اتفضل. يعني ما سمعتوش واختلاف يعني الراجل بتاعك اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه. يعني احنا لنا رؤيه وهو رؤيه، وهو كان يعني هو ما شافش الضغوط اللي كانت علينا في الشارع البورسعيدي، ما شافش الضغوط اللي علينا من السيد المحافظ والحكيم العسكري اللي احنا لازم نشارك، ما شافش الضغوط دي كلها. وبعدين هو كان رايه متواجد في وقت كان عقود اللعيبه كانت عاليه جدا. اكيد الناس دي كلموه برضه. انت عارف من السبب الرئيسي اللي خلانا نغير راينا برضه غير الكلام اللي قلت لحضرتك عليه، ان عقود اللعيبه نزلت تماما. يعني موادي دجله تنازع يعني سرح لعيبه كتير جدا عنده، وان كل الانديه حطت سقف للتعاقد لان ما عادش معاهم فلوس او كده. فالعمليه دي ريحتنا شويه، خلتنا نبدا نفكر ونعمل دراسه جدوى نقول ان احنا ممكن نشارك. يعني هو عائق كبير جدا قدامنا الحاله الماديه، لكن لما عقود اللاعبين احنا الحمد لله كان يعني عملنا تخفيض لعقود اللاعبين وصلنا لمرحله كويسه جدا. يعني كان عندنا 17 لاعب بحوالي 22 مليون جنيه، 17 لاعب فقط لا غير بحوالي 22 مليون جنيه. احنا عملنا الحمد لله عندنا دلوقتي حوالي 28 لاعب فيما يعادل 14 مليون جنيه. يعني بالنص بالظبط. فطبعا عملنا فرق كبير جدا. ساعدنا. كان في حصيله برضه من الاعارات للاعيبه. كان في حصيله طبعا، دي ساعدتنا مساعده كبيره جدا. ودي طبعا احد الحاجات الكويسه للاستاذ كامل ابو علي. طبعا. انتوا استفدتوا من تعاقدات الراجل مع اللاعبين لمده طويله واعارتوا اللعيبه، جابت موارد للنادي. طبعا ساعدتنا كتير جدا. يعني بس لكن في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عليه بقى، في موضوع اللي هو المشروعات اللي احنا عايزين نعملها او كلام من ده، زي ما بيقولوا كده الحاجه تولد الاختراع. يعني احنا بس ده كان يعني خلينا برضه ننصف ان ده كان فكر الاستاذ كامل اللي هو الشركه الاستثماريه. هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان هو الفكر الاداري بتاعه. انا دايما كنت بشوفه كان بيتكلم عن المستقبل. يعني دايما يقول انا عايز اللي انا لما امشي ما حدش يحتاج لحد، النادي المصري ما يحتاجش لحد تاني. فكان دايما هو عايز يعمل مشروعات مستقبليه للنادي، انه النادي يعتمد عليه بعد كده. واحنا اخذنا هذا النهج وعايزين نعمله ان شاء الله ونمشي فيه. يعني احنا دلوقتي بدانا في مشروعات، في ناس محبين للنادي المصري وزي الاعلام طارق هاشم او كلام من ده. يعني اقترح علينا فكره المحلات على سور الملعب السيد متولي زي اهلي ستورز. احنا طبعا غيرنا، كان عندنا ملعب اسمه الملعب الفرعي وملعب اسمه ملعب الهدف. غيرنا اساميهم تخليدا لذكرى الراحل العظيم سيد متولي. عملنا ملعب اسم السيد متولي، وفي ملعب اخر ده طبعا يعني عشان الفضل الكبير للاستاذ كامل ابو علي عملنا ملعب باسم الاستاذ كامل ابو علي. فالملعب السيد متولي ان شاء الله قدمنا، يعني كان في قبل كده افكار وموافقات من المحافظين سابقين بعمل محلات حواليه، وان شاء الله بنحاول نجدد هذا الموضوع وعملنا رسومات فعلا، وهنبدا نعمل محلات حوالين هذا الملعب عشان تدر الموارد للنادي تصرف على النادي بعد كده. اصل انتوا داخلين كمان في مشكله، انتوا هتلعبوا كل مباريات الدوري لو ان شاء الله يعني الدوري اتلعب بره على ملعب السويس. ففي ايجارات ملعب، في اقامات، في اوتيلات خارج بورسعيد، فانتوا داخلين على يعني ارهاقات ماديه قويه. فالموضوع بس العمليه في بيتها يعني برضو يعني بورسعيد والسويس يعني ما بس انت بتتكلمي في 180. مين اللي هيسافر يوم المباراه في 180 كيلو سفر؟ هو وده كان المقترحنا الاساسي اللي احنا بنلعب في اسماعيليه. لكن في يعني احنا ان في الاراء الامنيه بتقول ان في قرارات من النيابه ان الملاعب يبقى لها شروط معينه، وملعب الاسماعيلي مش مجهز حاليا بهذا الشروط. لكن احنا بوجهه نظرنا ان الشروط الموضوعه دي للملعب لكل الملاعب
موضوع عشان الجماهير، عشان تحافظ على الجماهير، لكن احنا هنلعب اساسا بدون جمهور، احنا طالبين اللعب بدون جمهور، يبقى اذا الشروط دي ما تنطبقش علينا، يبقى من حقنا ان احنا نلعب في اسماعيليه. لا معلش دي برضه لحمايتكم انتوا بس، مش ما فيش مشكله خلاص. احنا على فكره احنا كل اسبوع بنلعب في اسماعيليه، اللعيبه نفسها احنا حاليا كل اسبوع بنلعب في اسماعيليه وموجودين في اسماعيليه. احنا على طول في اسماعيليه بنروح بنلعب لاعب القاهره وبنلعب في اسماعيليه ولاعب على طول، احنا لان دول اخواتنا واحنا معاهم على طول. معلش بس ده ودي يا دكتور شريف، ولكن لما ندخل في المباريات وايه المشكله لما اتوبيس النادي المصري فقط الفريق فقط يروح يلعب في النادي الاسماعيلي؟ المشكله ما فيش اي مشكله امنيه خالص. انا مش عارف ليه الامن واقف قدام هذا الموضوع. لكن او مباراه الاسماعيلي والمصري ممكن تتلعب في السويس، ماشي، ما فيش مشكله. لعبوها في السويس. بس يا جماعه ما هو بالتاكيد ليهم وجهات نظر امنيه برضه. انا حاولت ادور على وجهه نظر، بصراحه انا مش شايف حاجه قويه يعني، لكن عموما مقترحات الاداره بشان الملعب ده مقترحات، لكن في الاخر هم قالوا ان غالبا جميع المباريات هتقام على ملاعب جيش، والافضل لكم تلعبوا على في السويس. طبعا ممكن يكون في بعض المشاكل الامنيه، لكن احنا قعدنا مع السيد مدير الامن بورسعيد ومع السيد محافظ بورسعيد، وهم بينسقوا مع سيد مدير امن اسماعيليه ومدير امن السويس، وان شاء الله هيبقى في تامين كويس جدا. وبدل في دوله عايزه تحقق وتحافظ على هيبتها، المفروض ان هي تقف قدام اي حد خارج او منحرف انه يحاول ان هو، لان اللي بيهدد انه يعمل حاجه في ناس ماشيه في حالها ده يبقى انسان بلطجي. فالمفروض ان الدوله تقف قصاده، بس لو الدوله وقفت قصاده والله مش هيحصل اي مشكله خالص. المشكله ان برضو يعني خلينا نبقى منصفين ان في يعني ملفات كتيره قوي امام الدوله. خلينا نقول برضو ان الجامعات منطقه شائكه، الشارع المصري مناطق شائكه، يعني في برضه بؤر اجراميه في سينا طبعا هو في مشاكل كتير. وبرضه انا عارف ان الجيش الثاني والجيش الثالث هم مقرهم، الجيش الثاني مقره في اسماعيليه والجيش الثالث مقره في السويس، وبيغطي سينا كلها شمالا وجنوبا. ده كويس عشان يحافظ علينا. انا قصدي ان الموضوعات يعني في برضه ملفات طبعا احنا في ملفات شائكه داخل البلد، يعني الموضوع كله مش كره قدم فقط عشان برضه. لكن مش هو النادي المصري هو السبب في هذه. لا النادي المصري المشكله الامنيه على الكل على فكره، مش على النادي المصري. على فكره انا شايف ان النادي المصري اسهل نادي ممكن تامنه هذا الموسم. تمام. لان كل الانديه هتبقى فيها جماهير ممكن تعمل مشاكل، احنا طالبين اللعب بدون جماهير عشان نسهل على الامن. دكتور شريف، اصل في بعض الاحداث الصغيره برضو حصلت، لازم تخلي فيه احتياطات اكتر من الامن. يعني ما انتوا فيما يخص المصري الالعاب الثانيه برضو ما فيش جماهير، مثلا بالنسبه لليد، بس ما كانش فيه تامين، ولكن كان في بعض ما كانش فيه تامين. لو في تامين ما حدش، اصل هو اللي راح يضرب في فريق كره اليد ده 5 افراد او 10 افراد او 20 فرد، الدوله تقدر تسيطر على اي حد، لكن هو ما كانش فيه تامين. لو في تامين فعلا ما حدش هيقدر يعمل اي حاجه. ما هو التامين مش هيمشي مع يعني هم اللي عايزين يعملوا دول هيطلعوا من مين يعني؟ هيطلعوا من مين يعني؟ اللي هم طبعا هي مش هيطلعوا من حد. هو احنا لو في دوله قويه لا هيبتها هتمنع اي حد انه يخترق القانون. وده اللي حاصل، وده اللي احنا في طريقنا ليه ان شاء الله. الدوله بتستعيد عافيتها وبتستعيد قوتها ضد اي بلطجه لهذا الموضوع، فاحنا لازم نكون مساندين، ولازم نكون برضو على قدر المستطاع ان احنا نكون في ظهر قوات الامن عشان نقدر نرجع بالحياه الطبيعيه. وعشان كده احنا بنسهل عليهم دايما وبنحاول نقول لنا نلعب بدون جماهير ومش عايزين يعني احنا. طب بالنسبه بقى للصفقات، وشايفين صفقه انتقال لعمرو سليمان من المنيا، هل توقف؟ عمرو عثمان هو اصلا ما كانش فيه يعني وكان في بعض الكلام عليه وما توقفتش او حاجه، ولكن احنا ارجعنا الامر لحين لما نرى احتياجات الفريق الفعليه ونبدا بس اول مباراه او 2 في الدوري نشوف هيكل الفريق عامل ازاي والدنيا عايزه ايه، والاحتياجات الفعليه هتبان باللعب الحقيقي يعني. لكن فالامر يعني مرجع بس، لكن هو على يعني احنا بندرس الامر، وفي ناس ثانيه كتير معروضه علينا وبندرس الامر، وان شاء الله هنوصل للاحسن باذن الله. لكن بالنسبه للاعبين المعارين كده خلاص كله تقريبا غالب اللاعبين غالب الفرق اللي كانت معانا، غالب الفرق اللي كانت موجوده اصلا قبل ايام الاستاذ كامل علي هي حاليا موجوده معانا، واللي مشوا جبنا ناس بديل لهم ان شاء الله يعني يكونوا على نفس المستوى. الشناوي رجع تاني من الشناوي موجود معانا، عاشور ده ما كانش موجود ايام الاستاذ كامل، رجع لنا تاني. محمود عبد الحكيم، اسامه عزب، كريم زيكي، كل اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين في النص موجودين، وجبنا كام لاعب من الشرقيه ما شاء الله عليهم يعني لعيبه كويسه جدا. عندنا لاعب عمرو عثمان ممتاز، عندنا عطيه النشوي هيبقى من احسن المهاجمين في مصر، وافكركم بالاسم ده افتكروه كويس. اسمه ايه؟ عطيه النشوي. عطيه النشوي جاي منين؟ الشرقيه هيبقى هداف كبير قوي ان شاء الله. وهشام عبد الرؤوف مساك كويس جدا، وعندنا الحمد لله يعني باذن الله احنا عندنا فرقه قويه، لكن هي الظروف طبعا بالنسبه لنا صعبه واحنا مقدرين الظروف. طبعا القرعه اللي اتعملت يعني كانت هي الفرق صعبه شويه، لكن
انا شايفها متوازنه وشايفها ان هم راعوا فيها البعد الامني للنادي المصري وكانت كويسه جدا مش وحشه. واكتر الفرق اللي معاكم مش يعني فرق مش غير شعبيه. ايوه مالهمش جماهير. ايوه مالهمش جماهير غالبا ما فيش. يمكن هو الاسماعيلي اصلا كويس معانا، يمكن الزمالك والزمالك برضه ما فيش مشكله بيننا وبينه، يمكن هو الواحد في عمار بين الزملكاويه والبورسعيديه يعني يعني الحمد لله يعني الدنيا ماشيه مشكله ولا مع الاهلي والله. لا ما فيش والله ما فيش مشكله. بس سخونه المنافسه يعني سخونه المنافسه هي فاجعه حصلت غصبا عننا كلنا يعني اكيد غصبا عننا وعليكم قبل ما تبقى والله اثرت على مصر كلها يعني مش موضوع مشكله. حضرتك لو تعرفي ان الاستاذ المحترم ياسر يحيى اللي هو قائم باعمال رئيس نادي النصر حاليا كان في لجنه الانديه وكان قاعد مع الكابتن حسن حمدي وكان يعني الكلام كان كويس جدا مع بعض، وهو اول واحد رشح الاستاذ حسن حمدي رغم ان في ناس كتير جدا قال لك المصري الوحيد اللي على جنب عشان ان احنا بنعرف الصح فين والغلط فين. فما فيش اي مشكله بيننا، ومفروض ان اي احداث تحدث. وانتوا واخدين نفس موقف الاهلي على فكره في موضوع التسويق والبث والحاجات. طبعا يعني واخدينها طبعا شكلكم في تضامن خافي. مش لا هو تضامن مصالح. لا هو تضامن مصالح. ايوه ومش عيب طبعا ان احنا نضامن معاهم، بس انا اقصد حاجه يعني ان اي احداث بتحصل او فواجع بتحصل ان المفروض الكيانات مالهاش علاقه بيه. يعني انت في حادث حصل في بورسعيد، ايه علاقه النادي المصري بالموضوع؟ النادي المصري يعني ككيان ايه علاقته بالموضوع؟ هو انتم ما شفتوش مثلا الاستاذ كامل ابو علي كان بيحمي امام مانويل الجوزيز بنفسه ازاي وبيضمه ازاي؟ ما شفتوش حسام حسن وابراهيم كانوا تعرضوا لنفسهم ايه عشان يحموا اللعيبه؟ جميع الاجهزه الاداريه والفنيه عندنا نفس الكلام. اذا تنفيذ النادي المصري لا قعد سنه ونص القضاء برأه لانه ما عندوش اي مشكله خالص. فكيان ملوش علاقه. يعني المفروض ان احنا عشان الدوله تستقر. وخد براءه خلاص؟ خد براءه من زمان. والراجل الثاني اللي هو مدير الامن اللي لسه موجود عصام سمك لسه. لا وفي لسه اللي هو كان مدير الامن عصام سمك. ده لسه في السجن؟ لسه في السجن. ده 15 سنه. مدير امن النادي ولا مدير امن بورسعيد؟ مدير امن بورسعيد. والباشمهندس المحترم توفيق ملكان اللي اتظلم ظلم مبين، اللي هو قال ان هو طفى النور مخصوص عشان الحادثه. ما فيش مباراه للنادي المصري بتتلعب على ارض النادي المصري الا بعد 5 دقائق بالظبط النور بيطفى عشان الجماهير تخرج ما تقعدش كتير في النادي. بس هو ده امر عادي عندنا. بس هو تدريج يا دكتور. بس حته التدريج والحاجات دي ده هم اخترعوها بعد كده. قالوا في لوائح بتقول كذا ومش عارف. ربنا في الملاعب بنغطي. هو كان تدريج والله. بس هو والله اللي كان بيحصل في المباريات كلها هو اللي حصل في المباراه دي. ما كان في كارثه قدامه وكان في خناقه. هو مش عارفه انه كان في كارثه. هو مش عارفه ان في ناس طلعت المدرج او كلام من ده. ما يعرفش ان في ناس من الاهلي نزلت تكسر المدرج. ما هو كان احنا ما شفناش. انا كنت في الملعب ما شفتش. ازاي والله كلنا الشاشات كلها نقلت. كلنا كنا في الملعب ما شفناش والله. مش عايزين بس نرجع. حضرتك نقلت الملعب، حضرتك نقلت المدرج، ما كانش في حاجه موجوده في المدرج. لا الناس كلها انهالت سيل من المدرجات نزلوا على الملعب صح. كله شايف الملعب بس فقط لا غير. هو حب يطفي النور عشان الناس دي تمشي بس. ده لان احنا على فكره كان في مباراه قبلها باثنين تقريبا مباراتين. مباراه انبي كان المصري كسب فيها، جميع الجماهير نزلت ارض الملعب. برضه ده غلط طبعا، غلط كبير جدا. لكن نزلوا برضه يحتفلوا ومش عارف ايه وطفى عليهم النور والناس مشت. لكن هو نصيبه وقدره وربنا ان شاء الله هيبين الحق. ان شاء الله. ان شاء الله. مدير امن بورسعيد بيعد اداره المصري بتامين الفريق بالدوري. هل يعني ايه اللي ممكن يعمله مدير امن بورسعيد عشان يامن الفريق بالدوري الممتاز؟ والله احنا جلسنا مع السيد مدير امن بورسعيد، كان هو اول مره نتعرف عليه، وهو اللي طلب على فكره اللي احنا نقعد معاه ويتعرف علينا وكده، لانه عارف ان النادي المصري ده هو نبض بورسعيد وهو المحرك الاساسي لكل الاحداث في بورسعيد هو وجماهيره. فهو حب ان هو طبعا بنظرته الامنيه ان هو يتعرف علينا ويشوف احنا يعني رؤيتنا ايه لعمليات الاشتراك في الدوري. وقال احنا عرضنا عليه مقترح ان احنا ممكن نروح ملعب السويس عشان حتى الاقامه وكده. لو احنا حسبنا تكلفه الطياره الهليكوبتر او كده، الطريقه العسكريه او الهليكوبتر، حسبنا تكلفتها مع تكلفه الاقامه اللي احنا هنقعدها هناك والسفر والكلام ده، هنلاقيها مقاربه. فممكن من الافضل لينا ان احنا نروح بطياره. لكن هو كان وجهه نظره وكانت مقاربه لوجهه نظري، اللي هو موضوع الطياره ده موضوع يعني هيبين ان في امر صعب على النادي المصري، واحنا مش عايزين نبين كده. واحنا لو صعب علينا تامينكم ممكن نعمل، لكن احنا مش هيصعب علينا ابدا تامين فريق النادي المصري.
فهو راجل يعني امنيا بصراحه كلمه جدا قوه امنيه انا حاسس فيه بصراحه بثقه عاليه جدا وبقوه امنيه كبيره جدا ان شاء الله يكون ولو كان حصل الكلام ده يعني اخيرا ما حصلش الكارثه اللي حصلت بس برضه الراجل برضه عصام سمك كان لسه هو كان في تقصير امني شديد جدا فعلا في مباراه النادي الاهلي. حصل الكلام ده ما كانش وصلنا بلاش لو بقى عشان للحاله بس طيب خلونا نبص للمستقبل ونقول يعني رسالتك ايه والمين مع ان شاء الله لو قدر وانطلق الدوري الممتاز تقول ايه بما انك عضو مجلس اداره النادي المصري وتقول الرساله لمين؟ اتفضل. والله انا عايز الاول اوجه رسالتي للقيادات المسؤوله في مصر، يعني القياده العليا في مصر، السيد رئيس الجمهوريه، الفريق عبد الفتاح السيسي، السيد وزير الرياضه، اللي انتوا ما تسيبوش الامور كده، ما تسيبوش الامور تمشي بتاعتكم، انتوا ناس مديرين، المفروض ان انتوا اللي تديروا الاحداث كلها. فلازم انتوا عارفين ان الامور في مصر مش هتستقر ابدا ابدا الا باستقرار الشارع واستقرار الجماهير واستقرار الرياضه، والرياضه مش هتستقر طول ما في شحناء ما بين الجماهير وبعضها والبعض. المشكله بتاعت بورسعيد دي كان من زمان جدا تقدروا تحلوها، كان من زمان جدا تقدروا تبينوا الصح فين والغلط فين وتحاولوا تقعدوا تحتووا اهالي الشهداء اللي هنا واللي هنا. بورسعيد في مات شهداء وفي الاحداث مات شهداء، كان ممكن نحتوي دول لو في ناس مسؤوله حاولت تقرب وجهات النظر وتسيب الامر للقضاء وتحاول تقول ان الكيانات ما لهاش علاقه بهذا الموضوع والرياضه لازم تمشي وتستقر. فانا بوجه لهم رساله ان هم لازم يتدخلوا فورا، ولازم يكون هناك قيادات مسؤوله تحاول تلغي حاله الشحناء الموجوده في الشارع المصري. وبقول برضه لقيادات النادي الاهلي، الاستاذ حسن حمد المحترم، هو كان اخذ موقف صعب في الاول وساب الامور برضه يعني تزيد، كان هو ممكن من الاول برضه يحاول يقرب وجهات النظر، ولسه قدامه فرصه، وبقول له يا ريت تعمل عمل كويس ان انت تحاول يعني تعيد استقرار للرياضه المصريه تاني. ان شاء الله. دكتور شريف صالح عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي، بنشكر وجودك معانا وبنرحب مره ثانيه بوجودك معانا دايما على شاشه مال سبورت وتحديدا بيت الرياضه. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك يا دكتور. ومشاهدينا الكرام خلونا نخرج لهذا الفاصل القصير ومن بعد الكثير حول اتحاد الكره المصري ولجنه الانديه والبث وموضوعات كثيره. ما تروحوش في اي مكان. هيكون معانا ايهاب لهيطه عضو مجلس الاداره والدكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه وعضو لجنه الانديه. شكرا.